الأول لفريق الرجاء البيضاوي. إذا فريق الرجاء البيضاوي يكون سباقا لتسجيل بواسطة اللاعب محسن متولي الذي يعطي لفريق الرجاء البيضاوي التقدم خلال هذه المواجهة. هدف لصفر يأتي على إثر ضربة جزاء تأتي مع البداية ديال المقابلة وبالضبط في الدقيقة 12 ونشاهد محسن متولي الذي أظن أنه تفنن في تنفيذ ضربة الجزاء. والرجاء منين اعتمد على اللجوء بروغريسيف فير لو بوت ديال بيلباو جاب ضربة الثاني لفريق الرجاء البيضاوي. نشاهدوا مرة أخرى الطريقة اللي تمكن بها اللاعب كاروشي من تسجيل الهدف. أول هدف لفريق للاعب كاروشي بعد الهدف اللي سجله اللاعب محسن متولي على اثر ضربة جزاء. يأتي الهدف الثاني. نلاحظ من زاوية كيف أن اللاعب كاروشي تمكن وبقذفة قوية من إسكان الكرة في شباك فريق اتلتيكو بيلباو ليصبح الرجاء متقدما حتى الآن بهدفين لصفر. وهذا زمان ما شفناش اللاعبين ديال المدافع دي زارير لاتيرو كيقوموا بهذه الهجمات. فافتقدنا في البطوله المغربيه انه لاعب من ظهير يساهم في الهجوم وهذا شيء جميل. الهدف في هذه اللحظه الاولى من بعد 3 دقائق فقط على بدايه هذه المقابله، وبالتالي اكيد اننا كنا كنتخوفوا من هذا الامور لانه فريق الرجاء البيضاوي خصوصا مع بدايه الجوله الثانيه كان هناك نوع من التراخي اللي يسمح انه اللاعب توكيرو يسجل هدف الاول. وكنا انتظرنا لصالح فريق اتلتيكو بيلباو، وكنا انتظرنا رد فعل قوي ديال بيلسا المدرب ديال اتلتيكو بيلباو، لانه بدخول 3 لاعبين دفعه واحده كيبين